خد بالك كم التدريب اللي بتتمرنه في التمرينه الواحده او في الاسبوع الواحد هيكون مرتبط بكم التعب اللي هيحصل بعد كده. فلما تتمرن تمرينه الفوليوم بتاعها مش بس الشده، يعني اجمالي التدريب نفسه كان قليل، طبيعي ان الفتيج اللي هيحصل هيبقى قليل وجسمك هيبدا يفوق بعد فتره قليله. فمرن التمرين اللي عليها الدور وانا مطمن ان انا وصلت لمرحله كويسه من التمرين التالي، يعني انا قادر اتمرن تاني. لكن لو اتمرنت تمرينه كبيره في الحجم مش بس في الاوزان، في التوتال فوليوم بتاعها، او قطعت كم جري كبير على التريد ميل، او اتمرنت كم تدريبات كتير في الاسبوع الواحد، التعب في جسمك هيبقى كتير ولا قليل؟ كتير. فتلاقي لما تتمرن بفوليوم كبير التعب اللي في جسمك يبقى كبير، والتعب لما يبقى كبير ياخد وقت طويل عبال ما يحصل لك استشفاء كويس. وبالتالي التمرين اللي عليه الدور انت لازم تحط في اعتبارك كمدرب انه مش مرتبط بس انا بمرن ايه، هو مرتبط كمان انا بمرن ايه بكم قد ايه ومستوى عامل ايه. مركزين في دي يا كباتن، دي مهمه قوي في التدريب. انت لما تيجي تمرن دلوقتي، انا فاكرين المثال بتاع ال 10 كيلو 3 كيلو، العميل اللي اتمرن 10 كيلو قدر يجريهم على بعض وبخطوه كويسه وبخطوه منتظمه، وبدا يحس بالتعب بشكل كبير بعد ال 10 كيلو. هنا كميه التعب اللي في جسمه كبيره فوصل لتعب كبير، فما اقدرش امرنه كارديو تاني الا بعد فتره راحه كويسه، مش تاني يوم امرنه كارديو. طب نفس العميل هو في يوم تاني جريته 3 كيلو بس، اكيد التعب اللي في جسمه هيبقى اقل، صح؟ فالفتيك ده عشان قليل اكيد الريكفري هيبقى وقته اقل، فيبدا يفوق بعد فتره قليله. فما فيش مانع تمرنه كارديو بعد وقت قريب، لانه ما كانش جوه جسمه كميه تعب كبيره محتاجه ريكفري كبير. يبقى ما فيش حاجه اسمها كارديو يوم ويوم، قد ما انا لازم اكون عارف مستوى العميل عامل ازاي. وما فيش حاجه اسمها كارديو كل 4 ايام، انت المستوى اللي معاك ده عامل ايه وانت مرنته النهارده ايه. مرنته فوليوم كبير قوي هو يقدر اديله ريكفري كبير من الكارديو ده، من النوع ده من التدريب يعني. لكن ده مش معناه انه هيقعد في البيت تاني يوم، انا ممكن اجي امرنه اتجاه تدريبي تاني. طب انا مرنته كم بالنسبه له مش كبير قوي، يبقى الريكفري بتاعه هيبقى كويس وهيبدا يفوق مني بعد فتره قليله، فمرنه تاني يوم او 3 يوم عادي. يبقى ما تاخدش الموضوع كده وتقول لي قاعده اساسيه ان انا اريح يوم ومرن يوم. انت عملت ايه النهارده عشان تريح تاني يوم؟